قطايفة جاهزة؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بمقابلة بين 8 مرشحين لشغلانة في شركة كبيرة جدا، وبيروحوا الامتحان. بيدخل عليهم واحد وبيعرفهم من المراقب وانهم المرشحين التمانية اللي قدروا يوصلوا للمرحلة دي من وسط مرشحين كتيرة جدا، وان الامتحان فيه سؤال واحد وإجابة واحدة، والامتحان هيبين مين هيشتغل معاهم ومين هيروح على البيت جنب مامي وبابي، وان قدامهم سؤال واحد بس ولازم يحلوه، ولو حد بص جنبه هيبقى ذنبه على اللي جنبه. ولو حد اتكلم مع الحارس او اتكلم مع المراقب هيتسحب منه الورقة وينطرد بره طردة الكلاب، ومفيش حد هيخرج من هنا عشان حمامات. وقدامهم 80 دقيقة عشان يقدروا يقنعوهم انهم يشتغلوا معاهم، وبيسألهم هل في اي اسئلة. محدش بيرد فبيسيبهم ويخرج. بيدوروا على السؤال ولكن مش بيلاقوا اي اسئلة. منهم اللي بيفتكر ان هما بيهزروا معاهم، ومنهم اللي بيفكر هيغش من مين، وواحدة بتفكر انها لو كتبت اي حاجة هتنجح. بيكونوا بيصوروها وبيعرفوا انها كاتبة انا استحق الشغلانة، فبيروح الحارس يمسكها ويخرجها ويرميها بره. واحد منهم بيبص للي جنبه ويقول له يا صاحبي يا صاحبي السؤال التالت، فبيقول له اتنايل على عينك، هو في اسئله اصلا عشان اقول لك السؤال التالت ولا السؤال التاني؟ وبيقول له بعدين مش المراقب قال لك محدش يتكلم؟ فبيقول له هو حدد وقال محدش يتكلم مع المراقب او الحارس، انما عادي نتكلم مع بعضينا. وبيقول لهم واحد هم تقريبا عايزين مننا نكتب السؤال مش الاجابه، وبيتفقوا ان هم يدوروا على السؤال مع بعض ويبداوا يتعرفوا على بعض. فبيقول لهم المفروض نتعرف من غير اسماء، لانهم لو كانوا عايزين الاسماء ما كانوا كتبوها على الورق. وبيقعد يدي لكل واحد صفة، منهم الاسمر والابيض والبني والشقرة والسمرة والغامضة والاطرش اللي مش سامعهم اصلا. بيقعد يفكر ايه اللي منعهم منه وايه اللي ما منعهوش، وبيقوم يتمشى لانه ما منعش الحركة. وبيفكروا انه ممكن السؤال يكون مكتوب بحبر سري مثلا، وبياخدوه على النور علشان يتاكدوا. فبتقول له الشقرة ان ممكن القلم الرصاص يظهر الكتابه زي ما بنعمل في الكوينز كده، وبيقول لها الابيض جربي ورقتك كنت حر فيها. فبيمنحها الاسمر لانه منعهم ان هم يبوظوا ورقتهم بقصد او بدون قصد. وبيحاولوا يدوروا على اضاءه اللي هي تحت الحمراء او فوق البنفسجيه او حتى فحلوقيه، مش هتفرق، يمكن يكون السؤال مكتوب باي طريقه والنور هيكشفها. وبيلاقوا نور مستخبي مش بيشتغل غير في حاله الطوارئ، وبيكسروا كل اللوند اللي في الأوضة وبتشتغل إضاءة الطوارئ، ولكن برضه مفيش أسئلة بتظهر. وبتقول لهم الغامضة إنها ممكن تكسر دي كمان، يمكن يكون فيها حاجة من جوه. وبتظهر لهم الأشعة تحت الحمراء، وبيجربوها ولكن مش بيلاقوا حاجة برضه. وبيقول له ممكن يكون قصدهم نعمل مراكب من الورق ولا حاجة. فبيقول له الأسمر ورقتك بوظها براحتك، اعمل مراكب اعمل سفن اعمل اللي انت عايزه. فبيقول لهم الأبيض إنه قال لو بوظت ورقتك مش ورقة غيرك. وبيروح ياخد ورقة البنت اللي خرجت، وبيجرب الأول إنه يشخبط زي ما قالت الشقرة ولكن مش بتنجح فكرتها. وبيقول لهم تعالوا نبلها عشان لو فيها علامة مائية تظهر. وبيقطعها ويدي للأسمر حتة وياخد هو حتة. فبتقول له السمر عايزين نعرف انت تعمل ايه بالحتة دي. فبيقول لها سهلة هبلها. وبعد ما بيخلص مفيش حاجة بتحصل. بيروحوا البني يقول لهم ايه اللي يخليهم يجيبوا 4 رجالة و4 ستات من مختلف الأشكال والأعراق، وإن ده ممكن يكون مش امتحان وإنها لعبة عملوها علشان يتسلوا بينا. بتقول له الغامضة ان مدير الشركة مش فاضي للهبل ده. فبيسألها تعرفي مدير الشركة منين، وبيكتشف انه الوحيد اللي ما يعرفش حاجة عن المدير. وبتقول له هقول لك هند هو مين. قبل 10 سنين جه فيروس خطير جدا والشباب بدأت تموت، مالك بتبصلي كده ليه؟ وظهر باحث طبي سجل براءة اختراع لمنع الفيروس، والفيروس قل جدا وشركته أكبر الشركات حاليا، واللي وصلت مبيعاتها فوق 60 مليار دولار. يعملوا كام مصري؟ فبيقول لهم الاسمر بما انهم بيتوسعوا كده فممكن تكون الوظائف لينا كلنا. فبيقول له مش شرط. وبيسأل السمرة تعرف ايه هي كمان، وبتعرفه انها قدمت على الوظيفة ديت علشان البوي فريند مصاب بالفيروس ومش هيقدر يتحمل تكاليف العلاج، وهي هيكون لها صلاحيات لو اشتغلت في الشركة. وبتروح للحارس وتقول لهم انه قال محدش يتكلم مع الحارس، انما ما قالش محدش يقلبه. وبعد ما بتقلبه بتلاقي معاه ولاعة، وبتقول لهم ان في جهاز فوقيهم بيشتغل بالحرارة وبيخرج سائل. فبيقول لها طب ما الراجل ده جرب الميه بتاعته وما اشتغلتش. فبتقول له مش لازم يكون ميه، ممكن يكون سائل تاني عادي، او ممكن تكون دي صور فوتوغرافيه والسائل ده سائل التحميض. بتكون مش طايله المكان فبيجيب لها ورقه وبيديها لها وهي بتحرقها وتشغل الدش، ولكن بيكتشف الاسمر انها ميه، وهي بتكتشف بعدها ان الورقه اللي حرقتها طلعت بتاعتها. وبيجي الحارس ياخدها ويرميها بره. ولما بيروح الاسمر يضربه علشان الحركه الوسخه اللي عملها وبيقول له ده انا هضلم حياتك، فالدنيا بتضلم فعلا. وبيكتشف ان الاوضه بتشتغل بالاوامر الصوتيه. بيلاقوا الاطرش اعصابه باظت بسبب الضغط، وبيقول لهم ركزوا في التفاصيل وقربوا اكتر من التفاصيل. فبيروح يضغط عليه اكتر ويخليه يقطع ورقته. فبيجي الحارس ويخرجه، وبيكتشف انه عايز يخرجهم كلهم. فبيقول لهم محدش يسمع لي تاني، وانه خلاص عرف السؤال اللي هيجاوب عليه.
ومش محتاج مساعدة حد، فبيروح الأسمر يضربه علشان بيحتقرهم، وبيقعدوا على كرسي ويربطوا علشان ما يضايقهمش تاني، وبيقول لهم إنه طرد 2 منهم والأفضل إن إحنا نطرده بره. فبتقول له الشقرة المراقب قال اللي يختار إنه يخرج بنفسه هيتم استبعاده، ولكن هو ما اختارش دلوقتي. بيروح يجيب ورقته ويمسكه القلم أو يخليه يشخبط، ولكن بيفوق بعدها، وبيقوله إنه لازم ياخد الحباية دلوقتي، ولكن مش بيلاقي الحباية معاه وبيغمى عليه. وبيبدأوا يشكوا في بعض إن في واحد مزروع وسطهم وحابب يعمل الفتنة دي، وبيشك في الغامضة وبيربطها هي كمان. ولما بيجي يسألها بتقوله إنها بتشتغل هنا، بس لما سمعت عن الوظيفة قدمت زيها زيهم وإنها وظيفة ما تتعوضش. وبيروح يجيب الورقة ويعرفها إنها حامية موس، وهيعذبها لحد ما تقول لهم على السؤال، ولكن بيتفاجئ إنها اتشرحت قبل كده، وبيلاقي إن مش فاضل غير 20 دقيقة، وبيبدأ يعذبها. وبيروح الأسود علشان ينقذها فبيقوم ضربه، ولكن لما بيضغط عليها وبتكون مصرة إنها ما تعرفش السؤال فبيصدقها. وبيلاقوا الأبيض بدأ يتشنج، وبيدوروا مين اللي أخد الحباية، وبيبدأوا يفتشوا بعض، ولكن بتشك الغامضة في البني وبتروح تدور وتلاقيها، وبتروح علشان تديله الحباية فبيخبط إيديها وبتقع منها في المجاري، وبيتفاجئوا إن بدأ ينزف من مناخيره. بتروح الشقرة تتصرف وتجيب الحباية، فبتروح السمرة تطلب من الحارس إنه يساعدها قبل ما يموت، فبياخدها ويطردها بره، وبتروح تديله الحباية فبيفوق. ولما بيسألوه على السؤال اللي يعرفه فبيقول لهم إن مفيش سؤال، وإن السؤال هو الامتحان اللي احنا فيه ده، والإجابة الواحدة اللي قال عليها هي الشخص اللي هيفضل مننا. فبيجري علشان يجيب المسدس ويخلص عليهم، فبيضربوا الأسمر وياخد هو المسدس، وبيجي يضربه بيلاقي السلاح فاضي، فبيروح يضربه ويضرب البني كمان. وبيعرف إن المسدس بيشتغل ببصمة الصابع، فبياخد البصمة من الحارس ويقول له البني أنا هستبعد نفسي خلاص. وبتيجي تخرج الشقرة من الأوضة فبتقفل النور بالأوامر الصوتية، فبيضرب الأبيض نار عشوائي، ولما بيشتغل النور تاني بيكون الأسمر أخد طلقة. والوقت بيخلص وبيروح ليها ومش بيعمل حاجة، وبيروح عند الكاميرات وبيقول له إنه عمل كل حاجة. وبيجي الحارس ياخده علشان حاول يتواصل مع المراقب، والوقت ما كانش خلص، وإن الساعة اللي محطوطة مقدمة شوية. وبيفتكر لما الأطرش راح ناحية الساعة وإن هو الأكيد اللي لعب فيها، ولما بيشوف إنه قتل الأسمر وما خدش الوظيفة وإنه قد إيه وسخ وساخة فبيحاول يقتل نفسه. وبياخدوا الحارس على بره وبيخرجوا، وهي بتفتكر كلام الأطرش لما كان بيقول وركزوا في التفاصيل. فبتاخد النضارة اللي واقعة وبتاخد إزازة مقعرة وتدور في الورقة، وبتلاقي جملة السؤال الأول، ومش بتلاقي سؤال، وبتلاقي الأطرش داخل عليها واللي بيطلع مدير الشركة. وبتقعد تفتكر كل اللي قالوه وكل اللي حصل، وبتروح تديله الورقة، وإن المراقب قال لهم السؤال في الأول خالص لما كان بيقول لهم فيه أي أسئلة، والإجابة هي لأ. وبيقول لهم بالظبط كنت عايز الإجابة التافهة بنت التافهة دي، احنا عملنا الفيلم ده كله عشان تقولوا لي لأ في الآخر. وبيقول لها خلاص قبلناكي في الوظيفة، ولكن هي بترفض، لأن مش بعد ما كل ده حصل وواحد مات بسبب وظيفة فتقبل الوظيفة. فبيقول لها مين قالك إنه مات، وبيعرفها إن هما بيدوروا على علاج الفيروس اكتشفوا علاج جديد بيجدد خلايا الجسم، وإن الوظيفة كانوا محتاجين فيها اللي بيسمع للناس كويس وبيساعد الناس وبيهتم بالتفاصيل. وبيقوم الأسمر وبتقبل الشقرة بالوظيفة. بس كده، لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، واكتب لي حابب ايه الفيلم الجاي. سلام.